النهاردة ناوية أخدكوا وأعرفكوا على البرنسيس وانت ماشي في شارع عماد الدين أو جاي من شارع رمسيس وداخل على شارع عماد الدين. هتقابلك عمارة من أجمل عمارات شارع عماد الدين، عمارة البرنسيسة، عمارة 31 شارع عماد الدين. العمارة ديت مبنية على الطراز العربي وطراز الارت ديكيو. والمفاجأة كمان يا جماعة اللي عرفتها عن العمارة ديت إن هي كانت ملك للفنان الكبير الجميل جميل راتب وأخته السيدة هدى راتب، بس هو معاش فيها، ولكن كانت العمارة استثمار لأمواله. والعمارة دلوقتي هي ملك لسيدة يونانية وهي التي أطلقت عليها اسم البرنسيسة. تعالوا بقى نتفرج على العمارة من جوه ونعرف العمارة بتتكون من كام طابق. تعالوا بينا ندخل نتفرج على مدخل العمارة، وزي ما احنا شايفين مدخل العمارة ما زالوا محتفظين بالطراز القديم للمدخل، زي ما احنا شايفين الصناديق اللي بتبقى موجودة في مداخل عمارات وسط البلد، وكمان المدخل على طراز الارت ديكيو والطراز الاسلامي. وكمان زي ما احنا شايفين أوضة، على فكرة دي أوضة البواب اللي أنا واقفة قدامها. وتعالوا نتفرج يلا على طراز الأسانسير. عايزة أقول لكم كمان إن أرضيات المدخل ما زالت برضو محتفظة بالأرضيات القديمة للعمارة. والعمارة دي بتتكون من 6 طوابق، والعمارة كانت مبنى كبير ليها جزء تاني بيحمل رقم 33. بس عايزة أقول إن العمارة اتقسمت لجزئين، جزء اشترته أسرة من الشرقية اللي هو رقم 33 وعملوه فندق، وده هتشوفوه من خلال التصوير. والجزء اللي احنا بنصوره دوت اللي هو كان ملك للفنان جميل راتب وأخته السيدة هدى راتب، واشترته دلوقتي السيدة اليونانية. والعمارة ديت بتتكون من 4 شقق، يعني الدور فيه 4 شقق. والعمارة ليها قبتين جمال جدا موجودين على الأسطح بتاعتها. واحنا طبعا ناقشنا قبل كده موضوع القباب دوت بالنسبة لعماير وسط البلد، واللي عايز يسمع عن القباب ديت يدخل على عماير البحر المتوسط ويسمع الوصف الكامل لموضوع القباب، وانا هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف. وانتوا بقى بتتفرجوا على العمارة الجميلة دي، تعالوا اما احكي لكم عن الفنان جميل راتب. هو اسمه جميل أبو بكر راتب، وهو من مواليد القاهرة. كان مولود يوم 18 أغسطس سنة 1926 وتوفى 19 سبتمبر سنة 2018. وجميل راتب خرج من مدرسة الحقوق الفرنسية واستكمل دراسته الجامعية في فرنسا، وبدأ التمثيل وهو في مرحلة الدراسة. وكان أول ظهور سينمائي له كان في فيلم أنا الشرق سنة 1946. بعد كده غادر إلى فرنسا وواصل عمله الفني السينمائي هناك، ثم عاد إلى القاهرة في منتصف السبعينيات. وجميل راتب كان عنده أختين، هما السيدة هدى راتب والسيدة منى راتب. وكمان لما سألوه عن زيجاته قال أنا تزوجت مرة واحدة من السيدة مونيكا مونتفير، وكانت بتعمل مديرة مسرح الشانزليزيه، وكمان كانت هي ممثلة ومنتجة مسرحية وليها نشاطات إنسانية كتيرة. وقال إن هو لم يرزق منها بأبناء وما فكرش إن هو يتجوز من بعدها، وقال أنا عشت من أجل الفن ولست نادما على ذلك. لما كانوا بيشوفوا معاه بنت صغيرة كانت دايما بتطلع معاه في اللقاءات أو في المناسبات اللي كان بيحضرها، كانوا بيقولوا إن هي دي بنته، ولكن هي كانت قريبة له من ناحية والدته، وهي اسمها ريري راتب، وكانت دايما بتحضر معاه كل المناسبات اللي كان بيحضرها من خلال الفن. والفنان جميل راتب تمكن من تقديم أدوار الشر لأنه كان بيتقن أداء الشخصية اللي كان بيقوم بالتمثيل بيها، لدرجة إن هو أطلق عليه العديد من الألقاب خلال مشواره الفني، زي الأرستقراطي وسفير السينما وعبقري السينما العربية
الدراية وشرير السينما، ورحل عن عالمنا وهو عمره 92 عام، ليعد من أبرز نجوم الزمن الجميل. رحم الله الفنان القدير جميل راتب، ويا رب تكون جولتي عجبتكم، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.